الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير، يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح بها عنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تبارك وتعالى سنبدأ في قراءة كتاب جديد في علوم البلاغة، وهو كتاب الجوهر المكنون للإمام الأخضري رحمه الله تبارك وتعالى، بشرح الشيخ أحمد الدمنهوري، الشرح المسمى بحلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون. فالجوهر المكنون اللي هو المتن هذا لمن؟ للإمام الأخضري مؤلف السلم نفسه، صاحب السلم. أما الشرح اللي هو حلية اللب المصون هذا للإمام دمنهوري. فالماتن هو الإمام الأخضري، والشارح هو الشيخ أحمد الدمنهوري. وهذا الكتاب الجوهر المكنون هذا نظم للتلخيص، نظم لتلخيص المفتاح للإمام القزويني، نظم لتلخيص المفتاح للإمام القزويني. وتلخيص المفتاح أصله من المفتاح للسكاكي. أصله ماذا؟ تلخيص المفتاح هذا أصله المفتاح للسكاكي، ثم أتى القزويني ولخصه وسماه تلخيص المفتاح. والمفتاح للسكاكي كتاب كبير مؤلف يعني من 3 أقسام، قسم في الصرف، وقسم في النحو، وقسم في البلاغة. فجاء الإمام القزويني ولخص قسم البلاغة، قسم البلاغة، وسماه تلخيص المفتاح. لخص يعني لخص قسم البلاغة القسم الثالث، وسماه تلخيص المفتاح. ثم بعد ذلك أتى الإمام الأخضري ونظم تلخيص المفتاح. فمن يا جماعة الخير هكذا. وشرحه الشيخ أحمد الدمنهوري، يعني شرحه قليل جدا. هذا الجوهر المكنون شرحه قليل، يعني شرحه من القدماء 2 أو 3 بالأكثر. يعني شرحه الدمنهوري وشرحه الثغري وواحد آخر، 3 فقط، 2 أو 3 فقط هم الذين شرحوا هذا المتن، فشرحه قليل. وشرحه الأخضري نفسه، شرحه الأخضري نفسه والثغري والدمنهوري، لكن شرح الأخضري غير متوفر، وشرح الثغري كذلك أظن غير مطبوع. فالمطبوع والمتداول هو شرح الدمنهوري رحمه الله. فمن يا جماعة الجوهر المكنون، عارفين الجوهر ما هو؟ الجوهر أنا الشيء الثمين. المكنون هو المستور، المكنون معناه المستور، الجوهر المستور هذا هو. وحلية اللب المصون، الحلية هي
ما يزين به ما يزين به ماذا؟ ما يزين به الشيء يسمى حلية. حلية ما يزين به الأحجار الأحجار وغيرها من المعادن يسمى حلية. اللب العقل، اللب معناه العقل. الماصون يعني ماصون عما يكدره، ماصون يعني محفوظ أو كذا عما يكدره، هذا من الماصون. حلية اللب الماصون يعني تزيين العقل عما يكدره بشرح الجوهر المكنون، هذا معنى حلية اللب الماصون. الحلية قلنا ما يزين به من المعادن مثلا والحجارة وغير ذلك. أنت إذا مسكت حجارة وزينتها بكذا وكذا وكذا هذه يسمى حلية. اللب العقل، الماصون يعني محفوظ عما يكدره، فهو يقول لك حلية اللب الماصون تزيين العقل الماصون عما يكدره بشرح الجوهر المكنون. فهمنا يا جماعة؟ هذا معنى يعني عنوان الكتاب وعنوان الشارح. نعم. الآن إن شاء الله سنأخذ ماذا؟ ترجمة للإمام الأخضري وترجمة للإمام الدمنهوري لكي نكون على بينة من الشارح والماتن، ثم بعد ذلك ندخل في الكتاب. نعم. افتح معي الصفحة السابعة. ترجمة الشارح. أي واحد يقرأ لنا؟ واحد يقرأ لنا بصوت مرتفع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. ترجمة الشارح. الآن ترجمة الشارح اللي هو الشيخ أحمد الدمنهوري. لماذا بدأ بترجمة الشارح؟ لأنها ترجمة طويلة، أما ترجمة الناظم ترجمة بسيطة قصيرة. الإمام أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري. نعم. هو الإمام العلامة كثير العلم. نعم. شيخ الإسلام وشيخ الجامع الأزهر. واضح؟ شيخ الإسلام وشيخ الجامع، لأنه إمام الدمنهوري كان شيخا للأزهر مثل البيجوري ومثل القويسيني. كان شيخا للأزهر. نعم. أبو المعارف كنيته، وأبو العباس كنيته كذلك شهاب الدين أحمد بن عبد المنعم. نعم. ابن يوسف ابن صيام ابن صيام الدمنهوري. رأيتم دمنهور التي مررنا عليها، هذه بلده دمنهور. واضح؟ الدمنهوري نسبة إلى دمنهور، مدينة اسمها دمنهور. نعم. الأزهري نسبة إلى الأزهر. المذاهبي. لماذا المذاهبي؟ قالوا لأنه كان يتقن المذاهب الأربعة فيسمى المذاهبي، كان يفتي بالمذاهب الأربعة. وقالوا كان يكتب الدمنهوري المالكي الشافعي الحنفي الحنبلي. إذا أراد أن يكتب اسمه كان يكتب الدمنهوري المالكي الشافعي الحنفي الحنبلي. قالوا لأنه كان يتقن المذاهب الأربعة فسمي المذاهبي. نعم. مولده ونشأته. نعم. ولد بدمنهور الوحشي. نعم. دمنهور الوحشي، لأن يوجد عندك دمنهور الوحش ويوجد دمنهور الغربية، فهو في دمنهور الوحش. واضح؟ دمنهور الوحش ليس دمنهور الغربية كما يقال. نعم. من أراضي مصر سنة 1101. نعم. 1101 هجرية. نعم. وقدم الأزهر وهو صغير يتيم
لم يكفله أحد. لم يكفله أحد، وأتى إلى الأزهر. انظر يعني معظم العلماء عاشوا حياة صعبة، عاش يتيم في صغره وعاش فقير وعاش. فالدمنهوري أتى إلى الأزهر وهو صغير يتيم، لا أحد يكفله، لا أحد يصرف عليه. نعم. فاشتغل بالعلم وجال في تحصيله يعني اجتهد في تحصيل العلم. نعم. واجتهد في تكميله. نعم. وأجازه علماء المذاهب الأربعة. أو أجازه علماء المذاهب الأربعة كما قلنا، علماء المذاهب الأربعة أجازوه. واضح؟ نعم. وكانت له حافظة ومعرفة في فنون غريبة وتواليف. نعم، هذا كانت له حافظة، كان حافظ يحفظ، وكانت له معرفة في فنون غريبة. واضح؟ لأنه كان يعرف الرياضيات والفيزياء والكيمياء والطب والحكمة، كان يعلم فنون غريبة جدا. نعم. وأفتى على المذاهب الأربعة. لذلك يسمى المذاهبي. مفهوم؟ نعم. ولإتقانه وبراعته في الإفتاء على المذاهب الأربعة لقب بالمذاهب. نعم. تحصيله على شيوخه. نعم. تلقى القراءات وفنون التجويد على العلامة الشيخ عبد الجواد ابن القاسم الميداني والشيخ أحمد ابن الخيارة. نعم. تلقى القراءات وفنون التجويد. نعم. وحضر في فقه الشافعية على العلامة الفقيه عبد ربه الديري البصير. نعم. والعلامة الشيخ أحمد الخليفي. نعم. والعلامة المعمر الشيخ أحمد الغمري. والعلامة الشيخ أبي الصفاء الشنواني. والعلامة الشيخ المنصور المنوفي البصير. والعلامة الشيخ عبد الوهاب الشنواني. هذا كلهم حضر عليهم في فقه الشافعية. نعم. زيد. وحضر في فقه الحنفية وأصولهم على العلامة المتقن الشيخ محمد ابن عبد العزيز الزيادي، والسيد محمد الرحاوي الشهير بالحلبي. وحضر في فقه المالكية على العلامة الشيخ عبد الله المغربي القصري. والعلامة الشيخ أحمد النفراوي شارح كتاب الرسالة. والعلامة الشيخ محمد السلموني الحسيني. نعم. وحضر في مذهب الحنابلة على شيخ الحنابلة في وقته العلامة الشيخ أحمد ابن عوض ابن محمد المرداوي المقدسي. نعم. ودرس علم الفلك والهيئة وعلم الاسترلاب وعلوم العمل بالكرة وكيفية أخذ الوقت منها، وعلوم الزيج على العلامة. يعني هذه علوم الفيزياء والكيمياء والطب والحكمة وعلوم الحروف وكذا، كلها هذه يعني قرأ علوم غريبة. نعم. انظر الأزهر ماذا كان فيه زمان. أزهر زمان كان فيه علوم الهندسة والرياضيات والفيزياء والكيمياء والطب والفلك والحكمة والحروف إلى غير ذلك. نعم. وعلوم الزيج على العلامة المعمري عبد الفتاح الدمياطي. نعم. والعلامة الشيخ حسام الدين الهندي. والعلامة الشيخ محمد الفاسي. نعم. ودرس أشكال التأسيس في الهندسة. نعم. وعلم الفلك والهيئة وعلم المساحة على العلامة الشيخ سلامة الفيومي. وأخذ الحساب والجبر والمقابلة وحساب الأزياج ونتائج المنحرفات على الشيخ علي الزعتري. انظر كم علوم قرأها. وكان يتقن المذاهب الأربعة، وانظر العلوم التي قرأها. ودرس علم الارتماطيقي يعني علم الأعداد الحروف. نعم. على العلامة الشيخ عبد الجواد المرحومي.
ودرس الطب الطب. على العلامة الحكيم أحمد القرافي. حتى الطب درس الطب. حتى هو عالم عالم في الشريعة وطبيب. نعم. ودرس علم التكعيب. تكعيب يعني المكعب والمربع والمستطيل وكذا. وعلم رسم ربع المقنطرات والمنحرفات ووضع المزاوي وأعمال الرصد وعلم الأوفاق وعلم الاستنطاقات على العلامة الشهير محمد الشهير بالسحيمي. يعني علوم كثيرة قرأها، علوم غريبة جدا. نعم. هذه اندثرت، لا توجد الآن أصبحت هذه علماء عند علماء الدنيا، علم الاستنطاقات والمنحرفة وغير ذلك. توليه مشيخة الأزهر وذيوع أمره. ولا مشيخة الجامع الأزهر ولي مشيخة الجامع الأزهري بعد وفاة الإمام الشيخ عبد الرؤوف السجيني. وهابته الأمراء. الأمراء كانوا يهابونه، الرؤساء كانوا يخافون منه من شدة تقواه وورعه. نعم. لكونه كان قوالا للحق، كان يقول الحق، لذلك الأمراء كانوا يهابونه. نعم. أمارا بالمعروف. نعم. سمحا بما عنده من الدنيا، يعني زاهدا في الدنيا. نعم. وقصدته الملوك من الأطراف وهادته بهدايا فاخرة. يعني قصدته الملوك من كل مكان وأعطوه هدايا فاخرة وأهدوه الهدايا الفاخرة، المال واللباس وكذا. وسائر ولاة مصر من طرف الدولة كانوا يحترمونه. نعم. وكان شهير الصيت. نعم. عظيم الهيبة. منجمعا عن المجالس والجمعيات. ما معنى منجمع؟ لا يحضر المجالس والجمعيات وكذا الندوات وكذا، لا، كان منشغل بالعلم وبالذكر فقط، بالعلم والذكر، لا يحضر مجالس وندوات ومؤتمرات وكذا، لا، منقبض منجمع. نعم. وحج سنة 1177 هجرية مع الركب المصري. نعم. وأتى رئيس مكة وعلماءها لزيارته وعاد إلى مصر. حتى رئيس مكة ذهب لزيارته لما حج إلى مكة. حتى رئيس مصر وعلماء رئيس مكة وعلماء أتوا لزيارته في الحرم. كان يعني كان عالم كبير. نعم. مؤلفاته. أما مؤلفاته فكثيرة جدا. نعم. قال العلامة التاودي ابن سودة قيل إن عدة تأليفه تقرب من تأليف السيوطي. السيوطي قيل تأليف يعني جاوزت 500 تأليف. السيوطي فاقت 500. فالشيخ التاودي قال تأليف دمنهوري قاربت تأليف السيوطي. نعم. وقال الحافظ المرتضى الزبيدي بعد ذكره عددا منها وغير هؤلاء من رسائل كثيرة صغيرة الحجم. نعم. منثورة ومنظومة اطلعت على غالبها. اطلعت على غالبها. يلا. وإليك بعضا من هذه المؤلفات مرتبة حسب الفنون والعلوم. نعم. علم التوحيد. مؤلفاته في علم التوحيد. نعم. تحفة الملوك في علم التوحيد في علمي التوحيد والسلوك. نعم. وله نظم بعنوان درة التوحيد. ووضع عليه شرحا سماه القول المفيد لمعاني درة التوحيد. وله أيضا كتاب المنح الوفية في شرح الرياض الخليفية. هذا في علم التوحيد. نعم. علوم التفسير والقراءات والتجويد. نعم. حسن التعبير عما للحرز من التكبير. نعم. وغنية الفقير للطيبية من التكبير. طيبية. نعم. الأولى في القراءة 7 والثانية في 10. نعم.
مقلتين بضياء أوجه الأوجه بين السورتين في السبع قراءات. نعم. والكلام السديد في تحرير علم التجويد. نعم. وخلاصة الكلام على وقف حمزة وهشام. نعم. حمزة وهشام. والفيض العميم في معنى القرآن العظيم، وكشف اللثام عن مخدرات الأفهام. نعم. في البسملة. وشفاء الظمآن في شرح أبيات تتعلق بسورة ياسين ثم اختصره. نعم. علوم الحديث. نهاية التعريف بأقسام الحديث الضعيف. وقد كان من أهل الرواية في الحديث ومن أصحاب الأسانيد العالية. نعم. الفقه طريق الاحتداء بأحكام الإمامة والاقتداء. وفيض المنان بضروري من مذهب النعمان. والفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني. هذه في الفقه. نعم. التزكية والتصوف سبيل الرشاد إلى نفع العباد. نعم. ومنع الأثيم الجائر من التمادي في الفعل الكبائر. نعم. وحسن الإنابة في إحياء ليلة الإجابة. نعم. في فضائل الليلة النصف من شعبان. وتحفة الملوك في علمي التوحيد والسلوك. نعم. وإتحاف المهتدين بمناقب أئمة الدين. نعم. المنطق إيضاح المبهام من معاني السلام. نعم. وله نظم بعنوان إتحاف ذي الحاجات. وشرح نظمه هذا في كتابه المسمى بحل المشكلات من إتحاف ذي الحاجات. علوم البلاغة حلية اللب المصون. حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون. ومنتهى الإرادات في تحقيق الاستعارات وإيضاح المشكلات من متن الاستعارات. والحداقة بأنواع العلاقة. نعم. هذا في علم البلاغة. علم الوضعي الدقائق المعية على الرسالة الوضعية. نعم. علم الحروف إرشاد الماهر إلى كنز الجواهر. نعم. علم الطب نعم. القول الصريح في علم التشريح. نعم. والقول الأقرب في علاج لسع العقرب. عارفين العقرب؟ لسع هو اللسع، غرب العقرب. كيف تتعالج منه؟ نعم. في علاج لسع الأقراب. نعم. وإتحاف البرية بمعرفة الأمور الضرورية. نعم. والعلاج اليسير في علاج المقعدة والبواسير. كيف تعالج البواسير؟ عارفين البواسير؟ أيوة. نعم. علم الجيولوجية. نعم. عين الحياة في استنباط المياه. يعني جيولوجيا المياه وغيرها. عين الحياة في استنباط المياه. كيف تعرف أن هذا المكان فيه ماء؟ كيف يخبرك؟ انظر العلوم التي قرأها. نعم. المحدثة. نعم. عقد الفرائد فيما للمثلث من الفوائد. المثلث والمربع والمستطيل كذلك قرأ هذا العلم. علم الكيمياء. نعم. الدرة اليتيمة في الصنعة الكريمة. نعم. علم الأرتماطيقي. ماذا قلنا في الأرتماطيقي؟ ما معناه الأرتماطيقي؟ علم العدد، يعني علم العدد. نعم. إحياء الفؤاد بمعرفة خواص الأعداد. نعم. علوم السياسة كذلك، حتى السياسة. النفع العزيز في صلاح السلطان. النفع الغزير في صلاح السلطان والوزير. حتى في السياسة كان قرأ السياسة. حتى السياسة قرأ السياسة. نعم. ومنهج السلوك في نصيحة الملوك. نعم. وهذا ينم عن إدراكه لسياسة عصره وإلمامه بمعطيات زمانه وظروف مجتمعه. كان يعرف السياسة، يعرف. نعم. ولقد كان المعتاد في المتخرجين في الأزهر أن يتقنوا علومه الأصلية ويتبحروا فيها، لا يخل بذلك أحد منهم، ثم لا يخلو جيل من أجياله من ذوي المهارة وسعة الإطلاع على بقية العلوم. فكان الإمام الدمنهوري ممن نبغ في تلك العلوم. قال رفاعة بك الطهطاوي رحمه الله تعالى في مناهج الباب: لا سيما وأن هذه العلوم الحكمية العملية التي يظهر الآن أنها أجنبية
هي علوم إسلامية نعم. نقلها الأجانب إلى لغاتهم من الكتب العربية. هذه العلوم التي الآن في أوروبا وأمريكا نحن نظنها أجنبية، لكن هي أصلها عربي. الهندسة، الطب، الجيولوجيا، علم الحروف، هذا كله علوم عربية أخذها الأمريكان والأوروبيين وترجموها إلى لغاتهم وزادوا عليها وطوروها فقط. نحن الآن نظنها علوم أجنبية، لكن هي أصلها عربي. مفهوم؟ أخذها الغرب وترجمها إلى لغتهم وعمل بها وطورها فأصبحوا متقدمين. نعم. ولم تزل كتبها إلى الآن ولم تزل كتبها إلى الآن في خزائن ملوك الإسلام كالذخيرة. بل لازال يتشبث بقراءتها ودراستها من أهل أوروبا حكماء الأزمنة الأخيرة. فإن من اطلع على سند الشيخ الجامع الأزهري الشيخ أحمد دمنهوري الذي كانت مشيخته قبل شيخ الإسلام أحمد العروسي الكبير جد شيخ شيوخ الجامع الأزهري الآن السيد المصطفوي العلم الشهيد، رأى أنه قد أحاط من دوائر هذه العلوم بكثير، وأن له فيها المؤلفات الجمة، وأن تلقيها إلى أيامه كان عند أهل الجامع الأزهري من الأمور المهمة. نعم. ثناء العلماء عليه. نعم. الآن ثناء العلماء عليه. نعم. قال تلميذ الحافظ مرتضى الزبيدي شيخنا الإمام العلامة المفنن أوحد. عندكم المفنن ولا المتفنن؟ زيد. أوحد الزمان وفريد الأوان. نعم. وقال العلامة الشيخ التاودي ابن سودة في فهرسته بحر لا ساحل له وشيخ ما لقيت مثله. هذا التاودي هذا من المغرب، من علماء المغرب، يقول بحر لا ساحل له. بحر لا ساحل له وشيخ ما لقيت مثله. نعم. وقال الأديب المؤرخ أبو الربيع الحواد أعلم أهل عصره بالديار المصرية في جميع الفنون النقلية والعقلية. نعم. وقال العلامة والمؤرخ محمد خليل المرادي الشيخ الإمام العلامة الأوحد آية الله الكبرى في العلوم والعرفان المعرفة بالله. العرفان المعرفة بالله. المفنن في جميع العلوم معقولا ومنقولا، وبالجملة فهو نسيج وحده في هذه الأعصار. وفاته وتوفي يوم الأحد 10 شهر رجب من سنة 1192. يعني كم عاش من سنة؟ عاش 91 سنة. ما شاء الله، عاش 91 سنة، لأنه ولد 1101. عاش كم؟ 91 سنة. بارك الله له في عمره. نعم. هجرية. كانوا يسكنوا ببولاق. عارفين بولاق الذكرور؟ بولاق مهم هنا موجود. وصلي عليه بالأزهر بمشهد حافل جدا، وقرئ نسبه إلى أبي محمد البطل الغازي، ودفن بالبستان رحمه الله تعالى. نعم. قبره معروف، يعني مشهور في القرافة. نعم، مشهور. مروياته. زيد. للإمام الدمنهوري ثبت سماه اللطائف النورية في المنح الدمنهورية. ذكر في شيوخه ومقروءاته ومؤلفاته وبعض الإجازات وغير ذلك. هذا هو ثبت. ذكر في شيوخه، وذكر في ما قرأه، وذكر في ما ألفه، وذكر في من أجازه إلى غير ذلك. نعم. ونروي كتبه ومؤلفاته وما تضمنه هذا الثبت عن شيخنا العلامة الجليل الشيخ علي جمعة
وعن شيخنا العلامة المحدث أحمد معبد عبد الكريم، كلاهما عن العلامة الشيخ محمد ياسين الفاداني، عن العلامة السيد علي سرور الزنكلوني، عن العلامة الشيخ حسن الطويل، عن عبد الرحمن ابن حسن الجبرتي المؤرخ عنه. هذا تعريف بالشارح اللي هو أحمد الدمنهوري. نعم. الآن تعريف موجز بالناظم. تعريف الأخضري يعني قليل، لم يعرف عنه الكثير الإمام الأخضري، حتى وفاته اختلف فيها. منهم من قال عاش 33 سنة، منهم من قال عاش 63 سنة. اختلفوا فيه كثير، لأنه لا يوجد له ترجمة يعني معروفة. نعم. تعريف موجز بالناظم. تعريف موجز. العلامة عبد الرحمن الأخضري هو الإمام العلامة العارف بالله تعالى، سيدي أبو زيد عبد الرحمن ابن محمد الصغير الأخضري المالكي. هو الصغير، رأيتم؟ الصغير. نعم. الأخضري المالكي الأشعري ولد سنة 920 هجرية في بنطيوس جنوب غرب بسكرة في الجزائر. وتوفي سنة هذه المدينة تشتهر بالتمور. فيها التمور، أحسن تمور في العالم كله، اسمها تمور دقلة نور. هذه من أحسن تمور في العالم. وهذه التمور لا تأتي بهذه الجودة إلا في هذه الأرض، إلا في منطقة بنطيوس هذه فقط. جربوا، أخذوا هذه التمور من هذه المنطقة وغرسوها في منطقة أخرى لم تأتي بمثل هذا الجودة. جاءت أمريكا جاءت إلى الجزائر، أخذت من هذا التمر وغرست في أمريكا، لكن لم يخرج كذلك. فقط هذا التمر، يعني هذه الجودة العالية في هذا المنطقة فقط، حتى أنهم جربوا في مناطق أخرى لم يصلح. فالإمام الأخضري موجود في هذه المنطقة. أنا زرت هذه المنطقة وزرت ضريحه، يوجد ضريح له كبير، ويوجد زاوية لتعليم القرآن والعلم في عند ضريحه. زرته هناك الحمد لله. وتوفي سنة 953. معناها كم؟ معناها عاش كم؟ 33 سنة. وفي بعض المراجع يقول لك لا، توفي سنة 983، ليس 53، لا 83، فمعناها عاش 63 سنة. فتضاربت فيه يعني وفاته يعني تضاربت فيها الأقوال. ورغم أنه لم يعيش طويلا 33 سنة، إلا أنه ترك أكثر من 20 مؤلفا، منها السلم المنورق في المنطق وشرحه، والجوهر المكنون في البلاغة وشرحه، ومختصر أخضري في الفقه المالكي وغير ذلك. نعم. وكان رضي الله عنه من كبار الصوفية. نعم، كان من كبار الصوفية. له تألف له نظوم كثيرة في التصوف، له نظم في 500 بيت في التصوف. نعم. مجاب الدعوة. وكان مجاب الدعوة، يستجاب له مباشرة. ذا قدم راسخة في المعقول والمنقول. نعم، يعني كان قويا، ذا قدم راسخة يعني قويا في المعقول والمنقول. نعم. المعقول اللي هي علوم العقلية، الأصول والمنطق وكذا، والعلوم النقلية اللي هي الحديث وغير ذلك. نعم. وكان عالما عاملا، يؤلف المتون ويشرحها، ويجمع الكتب ويفهمها، ويجلس للدرس ويخرج التلاميذ شأن العلماء الصالحين. قال العلامة محمد بن مخلوف في شجرة النور الزكية. هذا كتاب في تاريخ علماء المالكية، اسمه شجرة النور الزكية في تراجم المالكية. نعم.
من بيت علم وصلاح، الفقيه العلامة الشيخ الصالح المحقق الفهامة المتفنن في العلوم، له تآليف مشهورة وكرامات مأثورة. نعم. وقد أفرده بالترجمة غير واحد، منهم الكاتب الجزائري بوزيان الدراجي نعم. في كتابه عبد الرحمن الأخضري العالم الصوفي الذي تفوق في عصره. نعم. طبع في مؤسسة بلاد للنشر. نعم. طبع في مؤسسة بلاد للنشر بالجزائر، وعليه اعتمدت في الترجيح التاريخي المولد والوفاة. نعم. إذ قد حصل فيهما اضطراب. نعم، حصل فيهم اضطراب كبير في تاريخ مولده ووفاته كما قلت لكم. منهم من يقول عاش 33 سنة، منهم من يقول عاش 63 سنة، يعني فيه اضطراب كبير في تاريخ المولد والوفاة. نعم. إذ قد حصل فيهما اضطراب كبير بين كل من ترجم. نعم. للعلامة الأخضري رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنا به آمين. آمين. نعم. هذا هو فيما يخص ترجمة الشيخ دمنهوري وترجمة الشيخ عبد الرحمن الأخضري. نعم. وهذا المتن كما قلنا لخصه الشيخ، وهذا المتن كما قلنا لخصه الشيخ في لخصه ونظم تلخيص المفتاح كما قلنا فيه 291 بيت. 291 بيت. نعم. اقرأ لنا المقدمة. نقرأ المقدمة ثم نتوقف. نعم. صفحة 47. صفحة 47. افتح على صفحة 47. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أفضل ما تحلت به جياد المعاني والبيان. إن أفضل ما تحلت به الحلية، تحلت كما قلنا نقول الحلية تزينت به جياد. الجياد هي جمع جيد. الجيد هو العنق. إن العنق هي التي تتحلى بالحلية، صحيح؟ العنق هي التي تتحلى بالذهب والفضة وغير ذلك، صحيح؟ فالشيخ يقول لك إن أفضل ما تحلت به، يعني أعناقه، كأنه يقول أعناق المعاني والبيان، كأنه جعل للمعاني والبيان جعل لهما عنق، وهذا العنق يتحلى. فهمنا؟ هذا هو. إن أفضل ما تحلت به أعناق المعاني والبيان. مفهوم؟ وتباهت ببديع أنسه قلوب أهل العرفان. نعم. الثناء على الله. هذا هو الثناء على الله. أفضل ما تحلت به أعناق المعاني والبيان، وتباهت تباهي ببديع أنسه قلوب أهل العرفان، قلوب أهل المعرفة. بماذا يتباهون؟ يتباهون بالثناء على الله. فكأن جياد المعاني والبيان تحلت بماذا؟ جعلت في عنقها هنا الثناء على الله. هذا هو الجمال، هذا هو الحلي الذي جعلته المعاني والبيان هنا في رقبتها، هو الثناء على الله. وأفضل ما تباهت به قلوب أهل العرفان، ما الذي تتباهى بقلوب أهل العرفان؟ هو الثناء على الله كذلك. فمن المعنى هذا. نعم. الثناء على الله المختص على الحقيقة بالكمال. هو المختص بالكمال، هو الله تبارك وتعالى. نعم. المنزه في ذاته وصفاته عن شائبة المثال، لا مثيل له سبحانه وتعالى. منزه في ذاته وفي صفاته عن شائبة المثال، لا يوجد له مثيل، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته. فهم؟ نعم. والصلاة والسلام على أفصح الأنام. على أفصح الأنام. نعم.
محمد الذي بلغ المسند إليه غاية المرام. نعم. الذي بلغ المسند إليه غاية المرام، هذا تعبير بلاغي، أن أهل البلاغة يعبرون بالمسند والمسند إليه، والنحويون يعبرون بالمبتدأ والخبر، المناطق يعبرون بالموضوع والمحمول هكذا، أما البلاغيون يعبرون بالمسند والمسند إليه. نعم. قال محمد الذي بلغ المسند إليه غاية المرام. نعم. وعلى آله وأصحابه الطيبين الباذلين نفوسهم في تشييد قواعد الدين. نعم. تشييد معناه بناء وإعلاء، هذا معنى التشييد، لأن الصحابة رضي الله عنهم بذلوا أنفسهم، بذلوا يعني دفعوا أنفسهم، باذلين معناه دافعين أنفسهم في بناء وإصلاح وإعمار قواعد الدين. مفهوم؟ لأنهم ماذا؟ لأنهم بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الدين. صحيح ولا لا؟ هذا وبعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، لأنه بعدما أثنى على الله وحمد الله وصلى على النبي وعلى الآل وعلى الصحابة، أراد أن ينتقل إلى سبب تأليف الكتاب أو يتكلم على شيء آخر، فقال وبعد، ظرف مبني على الضم في محل نصب. لأن هنا نويت معنى المضاف إليه، لأن هنا نويت معنى المضاف إليه، لذلك بنيته على الضم. مفهوم؟ أما في الحالات الأخرى كلها يعرب بعد ذلك من بعد إلى غير ذلك. نعم. فيقول العبد الفقير الحقير، فقير الحقير يا جماعة الخير. بعد فيقول العبد الفقير إلى رحمة الله، الحقير بسبب ذنوبه ومعاصيه. الحقير من الحقارة، الحقير هذا الذي لا أحد ينظر إليه، الحقير. مفهوم؟ هذا اسمه هضم للنفس، هضم للنفس، كأنه يمسك نفسه ويرميها وراء ظهره، لا ينظر إليها أصلا. هذه نفس فقيرة حقيرة ذليلة، كلها اسمه هضم للنفس. نعم. الراجي من مولاه الخروج من سجن التقصير، الراجي من مولاه الذي يرجو من الله أن يخرج من سجن التقصير، كأن داخل في سجن، داخل في سجن، هذا السجن اسمه التقصير، اسمه سجن التقصير. التقصير عن العبادة، عن العمل، التقصير في التقوى، التقصير في حب الله، التقصير في كذا، التقصير في كذا. كأن الدمنهوري داخل في سجن اسمه التقصير، ويرجو من الله أن يخرجه من هذا السجن. فهمنا؟ هذا هو. نعم. أحمد الدمنهوري، أحمد الدمنهوري. نعم. متعه الله بحصول آمالي، بحصول آماله، بحصول آماله يعني ما يأمل، متعه الله بحصول ما يتمنى، بحصول ما يتمنى. نعم. هذا دعاء. نعم. ومن عليه بكمال التوفيق في أقواله وأفعاله، هذا من من المن، من المن، ومن الله عليه بكمال التوفيق في الأقوال والأفعال. التوفيق هو خلق القدرة في العبد على الطاعة، هذا معنى التوفيق، أن يخلق الله فيك ماذا؟ القدرة على الطاعة، على خلاف بين الإمام الحرمين والأشعري. مفهوم؟ التوفيق هو خلق القدرة في العبد على الطاعة، هذا معناه وفقك الله للأقوال والأفعال، يخلق فيك قدرة. هذا هو. نعم. هذا بيان للرسالة الموسومة بالجوهر المكنون في علم البيان. موسومة يعني من الوسم، يعني المعلمة، كما قال الموسومة هي المعلمة، والمرموز لها، وهكذا الموسومة المعروفة المعلمة، وهكذا يعني. أين أعطيني حاشية المنيوي. نعم. زيد. هذا بيان للرسالة الموسومة، هذا بيان للرسالة الموسومة. نعم. زيد. عرفنا الموسومة من الوسم، وهو العلامة، يعني المعلمة، رسالة معلمة، هكذا تقريبا. نعم.
للعارف بالله تعالى سيدي عبد الرحمن الأخضري. للعارف بالله، لأن الإمام الأخضري على صغر سنه وبلغ إلى المعرفة بالله تبارك وتعالى على رغم صغر سنه. لو قلنا أنه عاش 33 سنة فمتى أصبح عارف؟ في شبابه. هذه حاجة عظيمة جدا، يصبح الإنسان في شبابه عارف بالله، هذه ليس حاجة سهلة، وأنتم تعرفون يعني الأمور هذه. نعم. رحمه الله تعالى ونفعنا به. نعم. رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا به. نعم. قد التمسه مني العلامة النبيل. قد التمسه مني، يعني الآن سبب تأليف هذا الكتاب ما الذي، يعني ما هو السبب في تأليف هذا الكتاب؟ قد التمسه مني، يعني طلب منه من؟ العلامة النبيل هذا طلب منه. والنحرير الدراكة الجليل. نعم. النحرير هو المتقن. النحرير اكتب، النحرير هو المتقن، هذا معنى النحرير. الدراكة معناه مبالغة من الإدراك، يعني الدراكة يعني كثير الإدراك، واضح؟ هذا هو الدراكة معناه مثل العلامة، دراكة مثل العلامة يعني كثير إدراك، هذا اسمه الدراكة. أما النحرير هو المتقن للعلوم. فهمنا يا جماعة الخير؟ سيدي هذا هو. قد التمسه مني العلامة كثير العلم النبيل، والنحرير المتقن، الدراكة اللي هو كثير الإدراك كما قلنا، الجليل سيدي. نعم. عبد الرحمن السوسي. سيدي عبد الرحمن السوسي، هذه سوس مدينة بالمغرب اسمها سوس، فهذا ينسب إليه فيقول السوسي. فهمنا يا جماعة؟ أيوة. نعم. أفيض علينا وعليه من بحر النوال. هذا هو معنى الله أفاض علينا. ما معنى أفاض؟ هذا هو الفيضان، من نقول الفيضان، عارفين الفيضان؟ الفيضان يأتي ويأخذ هكذا. نسأل الله أن يفيض علينا من نور مولى الرزق مثلا. أن يفيض علينا. ما معنى يفيض؟ يعني يرسل علينا كثير. هذا هو أفيض علينا وعليه من بحر النوال. النوال هو العطاء. نسأل الله أن يعطينا عطاء كثير، يعطينا التقوى، يعطينا العلم، يعطينا التوبة، يعطينا الإخلاص، يعطينا الصدق. هكذا معنى أفيض علينا وعليه من بحر النوال، العطاء. نعم. فهمنا يا جماعة الخير؟ أيوة زيد. الذي لا يفهم أي كلمة يقول. نعم. واكتب الكلام هذا الذي نقول، اكتبوا، لأنه ممكن ستسأل فيه. لو وفقك الله ودرست الكتاب هذا، ممكن أحد طلبة يسألك يقول لك ما معنى أفيض علينا؟ ما معنى النوال؟ صحيح؟ ما معنى الدراكة؟ ما معنى النحرير؟ قد يسألونك، فأنت قيد من الآن. نعم. ورزقنا وإياه النسج على أحسن ما معنى النسج؟ النسج هو هكذا، النسيج. صحيح، النسج وأنك تنسج. ورزقنا معنى النسج يعني رزقنا يعني التأليف والضبط على أحسن منوال. هذا هو النسج. من نسجت الشيء، إذا نسجته نسيجا يعني متقنا هكذا. نعم. ورزقنا وإياه النسج على أحسن منوال، يعني نسأل الله أن ننسج، أن نؤلف أحسن تأليف، هكذا على أحسن منوال. نعم. طالبا مني السهولة في البيان. نعم. هذا عبد الرحمن السوسي قال له يعني سهل، اشرح شرحا سهلا، طالبا مني السهولة. نعم. في البيان. لينتفع به المبتدئون في علم البيان. لينتفع به المبتدئون في علم البيان. واضح يا جماعة الخير؟ ينتفع به المبتدئون. نعم. في علم البيان. فلذلك قال له أطلب منك أن تشرح شرحا سهلا. هذا هو. نعم.
فأجبته وإن كنت في علم البيان. إذا قال علم البيان المقصود به العلوم الثلاثة اللي هي المعاني والبيان والبديع، فهو قد يؤلف، قد يذكر الجزء ويريد به الكل، وقد يقول علم البيان ويريد به العلوم الثلاثة. نعم، البيان والمعاني والبيان والبديع. نعم. فأجبته وإن كنت لست أهلا لذلك. لست أهلا لذلك، فقال أجبته، ما دام طلب مني أجبته، لكني لست أهل، أنا لازال أتعلم، لازلت طالب علم، فأنا لا أستطيع. هو يقول تواضعا منه، أنا لست من أهل هذا الشيء. تقول لي واحد من صديقك ادعو لي، يقول لك أنا ضعيف، أنا كثير المعاصي، كثير كذا، لا أستطيع. فهمنا؟ فهو قال أجبته وإن كنت لست أهلا، أنا لست أهل للشرح، أنا لازال طويل بعلم. مفهوم؟ تواضعا منه رحمه الله. نعم. ولا من رجال تلك المهامه والمسالك. نعم، ولا من رجال تلك المهامه. المهامه وذكرها الشيخ سعد، جمع مهمة بمعنى المفازة. المفازة هي الطريق المتسعة المخوفة، هذا هو. كأن التأليف في الكتاب هذا، شرح الكتاب، كأنه مثل الطريق الواسعة وفيها الخوف، تخاف أن تمشي فيها، مظلمة، فيها الأسود، فيها الأفاعي، أنت تخاف تمشي فيها. فهو يقول أنا لست من الرجال التي يستطيع أن يقطع هذه الطريق، لا أستطيع. تشبيه، كلها تشبيهات هذه وكنايات وكذا. ولا من رجال تلك المهامه جمع مهمة، وهي المفازة بمعنى الطريق المتسعة المخوفة. الطريق المتسعة المخوفة، لأن الدخول في التأليف هذا صعب، لأنك ممكن تكتب كلمة خطأ أو معنى خطأ فيحمله الناس، يقرأه هذا ويقرأ هذا ويقرأ هذا، من يأخذ ذنبه؟ من؟ أنت الكاتب. فلذلك الأمر صعب. فهو مثل الطريق المتسعة المخوفة مملوءة بالخوف، فقال أنا لا أستطيع. نعم، تواضعا منه. المسالك جمع مسلك كذلك. نعم. ولكن حسن ظني بمفيض الإنعام. حسن ظني بمفيض الإنعام اللي هو الله تبارك وتعالى، لأنني حسن الظن بالله. حسن ظني بالله هو الذي تركني أشرح. نعم. هو الذي حملني على الحلول في هذا المقام. حسن ظني بالله أنه سيفيض علي من إنعامه هو الذي جعلني أقوم في هذا المقام اللي هو مقام التأليف. نعم، مقام الشرح. نعم. راجيا منه سبحانه وتعالى حسن القبول. نعم، راجعا منه حسن القبول، أن يقبل مني هذا العمل قبولا حسنا. نعم. والفوز برضاه بمحض فضله. نعم. فإنه والفوز برضاه بمحض فضله، يعني من فضله، ليس بسبب عملي، لا، من فضله فقط. ليس أن الله يرضى عني لأني شرحت، لا، بمحض فضله فقط يرضى علي من فضله. لأن هذا العارفون لا يرى لنفسه عمل، لا يرى لنفسه العمل، هو شرح وألف ودرس لكن لا يرى هذه الأعمال كلها، لا. فيقول اللهم اغفر لي بمحض فضلك، ليس بسبب عملي، لأنه لا يرى العمل، لا يرى لنفسه عمل. لذلك قال والفوز برضاه بمحض فضله، هو ليس بسبب عملي، لا، بمحض فضل الله. نعم. فإنه المأمول. فإن المأمول هو الله، أملنا كله في الله. الله هو المأمول، هو الذي هو أملنا. الله هو أملنا، هو أملنا أن نتعلم، هو أملنا أن ندخل الجنة، هو أملنا أن يرضى عنا، وهو كل شيء، هو المأمول. نعم. وسميته حلية اللب المصون. نعم. بشرح الجوهر المكنون. هذه حلية ذكرها الشيخ تحت، حلية ما يزين به من مصنوع المعدنيات والحجارة، هذا. فالحلية هو ما تزين به الحجارة. الآن هذه حجارة ولا لا؟ هذه الحائط، انظر الحائط، هذه حجارة، لكن انظر بماذا زينت، انظر بماذا زينت. هذه اسمها حلية. انظر الباب، هذا خشب، لكن انظر بماذا زين، هذا يسمى حلية.
هذا معنى ما يزين به مصنوع المعدنيات والحجارة. واللب هو العقل. والمصون أي عما يقدره، مصون يعني محفوظ، عما يقدره يعني ينغص عليه هكذا. والمكنون معنى المستور. نعم. بشرح الجوهر، الجوهر أنتم تعرفون الجوهر هو الشيء الثمين، المكنون معنى المستور. نعم. زيد. والله أسأل من فيضه العميم. نعم. أي ينفع به من تلقاه بقلب سليم. أيوة، هو الآن يدعو لنا، هو يدعو للقارئين. قال والله أسأل من فيضه العميم أن ينفع بمن تلقاه بقلب سليم. أنت تقرأ هذا الكتاب وأنت فرحان، وأنت محب للدمنهوري ومحب للأخضري ومستبشر خير وكذا. لا تقرأ وأنت كاره للشارح، لا تقرأ وأنت تكره الشارح، هذا محال يفتح عليك، محال. ولا تقرأ وأنت حاسد للشارح تحسده، محال يفتح عليك. لا، تتلقاه بقلب سليم، بقلب مسلم، بقلب محب، بقلب معظم للعلماء، وهكذا هناك يفتح عليك. أما إذا كنت تقرأ وأنت كاره للدمنهوري تكرهه، كيف يفتح عليك؟ مثل هذه الفرقة الناجية يأتي يحقق كتب أعداءه، بالنسبة له أعداء أشاعرة والصوفية. تجد واحد وهابي مثلا، تجده أتى إلى كتاب الأخضري وبدأ يحقق، لن ينتفع به أبدا، لأن هذا وهابي وهذا أشعري، فهذا تناقض. هذا وهابي وهذا صوفي، هذا كيف أنت ستحقق كتاب واحد عدو لك؟ هذا ما لا يصح، لذلك لا ينتفع به. كتابات هذا الوهابية لا ينتفع بها، لأنه يؤلف وهو كاره، يؤلف وهو يعتقد ضلال هذا هو يؤلف يحقق، ولكن في عقله يعتقد أن هذا المؤلف ضال، يحقق تحت وهو يعتقد أن هذا المؤلف ضال وفاسد وعقيدته فاسدة وهكذا. فهذا كيف تقرأ تحقيقه، أو كيف ينتفع بتحقيقه؟ أبدا أبدا. الآن لازم العلم تكون محب، لازم تكون محب، لازم تكون محب وتكون يعني معظم لهذا الكتاب، ومحب لصاحب الكتاب، ومعظم لصاحب الكتاب، واضح؟ إلى غير ذلك، وإلا لا ينتفع. مفهوم يا جماعة؟ هذا إنه مفيد الخير والجود. كما قلنا مفيض، هذا هو الإفاضة، فيضان، مثل ما تقول فيض، مفيض يعني يعطيك عطاء كبير. إنه مفيض الخير والجود، وهو حسبي ونعم الوكيل. واضح؟ حسبي معناه عليه أتكي، هو حسبي هو كافيني، حسبي معناه كافيني ونعم الوكيل. وفي هذا القدر كفاية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. الحصة القادمة سنبدأ إن شاء الله في البسملة وإلى الكتاب إن شاء الله.